مجالات الجوده عامه، الاقسام بتاعه الجوده من جوه بتبقى متقسمه لكواليتي كنترول وكواليتي اشورنس. فانت كقسم الجوده نفسه لما تيجي تشتغل في الشركه، هو عامه اول حاجه قسم الجوده او المجال بتاع الجوده بيبقى شغال في شركات كتير. اي شركه هيكون فيها كيماويات عامه، بما اننا بتوع علوم بندرس كيمياء كتير، فاي شركه ليها علاقه بالكيمياء بيبقى موجود فيها قسم الجوده اللي احنا بنشتغل فيه. تمام. قيس على كده شركات البترول، شركات الكيماويات، الادويه، المصانع الغذائيه، الحاجات دي كلها بيبقى جواها قسم الجوده. فانا كجوده بدرس الكواليتي بتاعه المنتج اللي عندي واصله قد ايه. يعني زي مثلا جات لي مثلا كيس مكرونه، فمكتوب عليه من بره ان هو فيه مثلا نسبه كذا نشا، نسبه كذا كربوهيدرات، نسبه كذا مش عارفه زيت، وهكذا. فانا ابتدي اكشف على دوت، باخد بقى العينه بتاعتي اللي هي مثلا المكرونه، اعمل عليها تجارب الكيمياء اللي انا اوريدي خدتها في الكليات عندي، وابتدي اشوف هل نسبه الحاجات دي موجوده فعلا زي بره، زي مكتوب على الكيس من بره بتاع الغلاف من بره ولا لا. فده ببساطه عشان توصل فعلا انا شفت حاجه زي كده على اليوتيوب، كانوا بعض المتخصصين بيشتغلوا عليها. بالظبط.